يا أهلا يا ولاد يا حلوين، أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في بلد بعيدة فوق الجبل كان فيه سوق صغير مليان حاجات غريبة وعجيبة، لكن أغرب حاجة فيه كانت مرآة مش عادية اسمها مرآة القلوب. الناس كانوا يقولوا دي ما بتشوفي شكلك من برا، دي بتوريكي صورتك من جوه. في يوم بنت اسمها ليلى راحت مع باباها السوق، وقفت قدام المرآة وقالت: أنا شكلي جميل. بس المرآة ما ظهرتش شكلها العادي، ظهرت صورة باهتة حزينة فيها زعل. ليلى اتخضت وقالت: إزاي؟ أنا دايما متشيكة وبضحك. لكن باباها قال لها: يا ليلى، المرآة دي مش بتشوف لبسك ولا شعرك، بتشوف كلامك، تصرفاتك، مشاعرك. افتكرت ليلى إنها زعلت صحبتها من يومين، وإنها بتضحك على الأطفال اللي عندهم نظارة، وبتتكبر على اللي عندهم لبس بسيط. اتكسفت ونزلت دمعة من عينيها، ورجعت تبص في المرآة، والمفاجأة الصورة اتحسنت شوية، ابتدت تبقى أحلى. ومن يومها ليلى قررت إنها تكون أجمل من جوه مش بس من بره. بقت بتساعد وتعتذر وتتكلم حلو، وكل مرة ترجع للمرآة تلاقي قلبها أنظف وصورتها أجمل. يا ولاد، مش كل حاجة في الحياة شكل ولبس وضحك، الجمال الحقيقي جوه قلبنا، في طيبتنا وكلامنا وسلوكنا. لو قلبك نضيف كل الدنيا هتشوفك أجمل واحد. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.